تعمل ايه مع هذا البني آدم المتعجرف وضيق الأفق والناقص لكل معايير الحضارة اللي احنا نعرفها، وفي نفس الوقت مطالبين نتعامل معاه؟ نعمل ايه؟ ده سؤال كتير قوي بينطرح. إذا ما انطرحش عليك بشكل شخصي وحد سألك، بس انت دماغك هتبقى بتطرحه عليك من وقت للتاني. تعمل ايه؟ خلينا الأول 3 حاجات نتكلم فيهم. الحاجة الأولانية هي إنه لابد انك تبقى فاهم انه مش كل الناس على نفس الليفل من التحضر. انت فاهم الامور بشكل مختلف، والناس برضو حواليك فاهمة الامور بشكل مختلف. ولابد كمان انك تبقى فاهم انه انت كمان في رواية احدهم، هذا الشخص غير المتحضر، ضيق الافق في بعض الحاجات. فلابد انك تقبل هذه الفكرة انك ايضا هذا الشخص في رواية حد تاني. حاجة تانية، القبول. القبول يا صديقي من الحاجات اللي لابد انك تبقى واخد بالك منها قوي. القبول ده لابد ان يبقى بالنسبة لك طول في ايديك تعرف تلعب بيها. ليه؟ النقطة اللي هنتكلم فيها رقم 3 هي كيفية اتخاذ رد الفعل، او ازاي تاخد رد فعل مناسب. بس النقطة التالتة دي احنا عمرنا ما هنقدر نروح لها لو احنا مش قادرين نقبل هذا الشخص. فانت محتاج تقبل الشخص وتقبل الموقف. وده هتعمله ازاي؟ هتعمله من روت بتاع انه مش كل الناس يا فندم زي بعضيها. ولانه انا كمان في بعض المواقف مانيش الشخص المتحضر، ومانيش هذا الشخص واسع الافق في رواية كل الناس. فلابد ان انا ابقى فاهم انه احنا كلنا مختلفين، ولان كلنا مختلفين وانا في بعض الاوقات هذا الشخص، فلابد ان انا ابقى فاهم انه انا محتاج اقبل الشخص والموقف. والاتنين دول مهمين قوي. ليه بقى؟ قبولك للشخص هيخليك تبقى فاهم انه في فرق ما بين في حد علمه وهو مصر يبقى ضيق الافق، او هو يا عيني ما حدش علمه في وقت من الاوقات بس هو ما زال وهيفضل ضيق الافق. هي دي المشكله. ليه؟ لو انت فاهم الاتنين دول هتعرف تميز. طب هل هذا الشخص حد علمه؟ طيب لما حد علمه هو مصر يبقى كده، اذا ده هياخد رد فعل تاني خالص. فنقطة رقم 2، قبولك للفكرة العامة بتاعت انك تقبل الشخص وتقبل الموقف، دول هم اللي بياخدوك للنقطة رقم 3. فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اقبل الشخص عشان على الاقل ابقى فاهم هل هو كده بطبعه ولا محدش علمه اصلا. طيب، قبولك للموقف. تعال نفهم قبولك للموقف من عدم قبولك للموقف. يعني ايه يا عم بنوب؟ يعني قبولك للموقف تفهمه لو انت داخله من العكس، اللي هو عدم قبولك للموقف هيخليك تتخض، تتضايق، تشعر من جواك انه انا ده انا يحصل معايا كده، ده انا وانا وانا، وتبدا وصلة الانا الطويلة قوي. فلا لا، ارجع ارجع ارجع، علشان تبقى فاهم انه لابد ان انت تبقى عارف انك اقبل حدوث او اقبل امكانية حدوث هذا الموقف. ليه؟ لانه ببساطة بيحصل معاك ومع غيرك. الغير متحضر وضيق الافق ده بيتعامل بهذا المنطق معاك ومع غيرك. ليه؟ لسبب بسيط، لان المتحضر يا فندم ما بيعرفش في وقت من الوقت يبقى مش متحضر، ما ينفعش. وعلشان يعمل كده هيبقى محتاج تدريب كتير قوي علشان يمثل انه جاهل. ليه؟ لابد انك تبقى فاهم انه يو شيب، حرف اليو اللي احنا اتعودنا عليه في الانجليش، حرف اليو ده بيمثل اشكال كتيرة قوي من العلاقات. يعني ايه؟ يعني حرف اليو ده او اليو شيب ده عنده طرفين. في طرف خلينا نقول عليه التحضر، وطرف تاني عليه عكس التحضر او عدم التحضر. اللي واقف على الطرف الاول اللي هو بتاع انه متحضر، اما يحاول ياكت از انه غير متحضر بينزل في قاع حرف اليو ده، فينزل تحت فيبقى ساكن. فانت الاول بتبتدي غير متحضر وتنزل مع الحرف وتطلع تاني الى انك تبقى متحضر. لو عندك حد متحضر وقرر ان هو يبقى غير متحضر مش هيعرف. اقصى ما هيقدر يعمله هيعمل ايه؟ هينزل للصفر، هينزل للقاع. ليه؟ لانه لا يمكنه ابدا انه يبقى متحضر ويمثل ان هو غير متحضر. لابد انك تبقى فاهم ده. فالشخص اللي قدام حضرتك ده على حرف اليو او على اليو شيب ده هو فعلا ما عندوش، فبناء عليه بيتعامل بهذا المنطق مع كل الناس. فلابد انك تبقى فاهم ان الموضوع مش ضدك ابدا. دي حته مهمه قوي. وبالمره العالم يا فندم مش ضدك، مش واخد باله منك، ولا واخد باله مني، ولا واخد باله من اي ولا اي حاجه. ليه؟ لان ببساطه من 100 سنه لو كنا موجودين، وبعد 100 سنه مش هنبقى موجودين. فيعني يلا نط احداث، يلا.
افهم دي قوي، لابد انك تبقى فاهم دي. فالنهارده لابد انك تبقى فاهم انه قبولك للموقف هيخليك على الاقل من جواك مرتاح وهادي علشان تفكر ازاي تتعامل مع هذا الموقف. نقطة رقم 3، ازاي بقى نتعامل مع هذا الموقف؟ الاول وانت رايح تتعامل مع هذا الموقف من فضلك خد نفس. يعني ايه خد نفس؟ كانوا بيقولوها لنا زمان وياما سمعناها، ويمكن انت سمعتها كتير انما ما كنتش فاهم هي ليه. والناس اللي مش عاجبها الفكرة بتاعة التنمية الذاتية وخد نفس وطلع النفس بالراحة ومش عارف، أنا موافق، بس ليه تاخد نفس؟ دماغك محتاج يفكر في ظل النقطتين الأولانيين اللي لسه متكلمين عليهم دلوقتي. لو أنت بتتصرف من منطلق النقطتين دول هتلاقي الوضع مش ماشي كويس. فمن فضل حضرتك محتاج تفكر، فخد نفس، ده واحد. وعشان تاخد نفس لابد إنك تبقى مدرك حاجة مهمة أوي، إنه التوقيت أنت اللي بتحدده مش حد تاني. سيبك من اللي بتشوفه في المشاهد، سيبك من المواقف اللي بتتحكى لك انه عملنا كذا فردينا عليهم. لا يا فندم، خالص خالص يا فندم، والا كانت عاب علينا بعد ما خدنا سينا بعد فتره من احتلالها. لا يا فندم، هم في الاخر احنا خدناها. فالتوقيت بتاعك المهم لما ترد بعد التوقيت تبقى فاهم انت هتقول ايه، امتى، وازاي، وتبقى فاهم انك ما تقعش في الفخ بتاع ايه، ان انت لو وصلت انك تتواصل معاه او ترد عليه بنفس طريقته الناس مش هتعرف تفرق ما بينك وبينه. فانت محتاج تفهم دي. التوقيت هيخليك خد نفسك تفكر. وقبل الحتة دي حتة تانية كده يطلع منها كسبان من فضلك. سؤال: ليه هو بضيق افقه وتعجرفه ده وجعك؟ ده سؤال محتاجين نتكلم فيه بعدين، انا وانت على انفراد، ناخد وندي. ليه الموقف ده ضايقك؟ هو مس ايه عندك؟ ليه الموضوع ده ما يعديش زيه زي باقي المواضيع اللي فاتت؟ هل اتجرحت؟ هل حسيت بالإهانة؟ هل دسلك على جرح قديم؟ كمية الحاجات دي كلها انت محتاج تقف عندها. فانا هنا النهارده بقول لك اولا خد نفس، ثانيا افهم ان التوقيت لابد انك تلعب بيه في صالحك، ثالثا عند الرد بعد ما تعمل النقطتين الاولانيين دول وتفهم كمان هو ليه ضايقك، احيانا ممكن تقول له والله شكرا وما تردش عليه. ليه؟ عشان حاجات كتير قوي. اولا والله لو كنت تستحق الرد كنت رديت عليك. اتنين، كتر خيرك ده انت نورت عيني، على قد ما تصرفك كان وحش معايا انما نورت عيني، شكرا، كتر خيرك. دي كلها حاجات ممكن تستفيدها بعد كده لما تروق والوقت بقى في صالحك. تعرف هترد ازاي. على الاقل على الاقل انت سايب فرصة ليه هو يسأل نفسه لا هو ما ردش عليا ليه. ليه دي عنده مؤثرة جدا، فانت محتاج تفهمها وتلعب بيها انت كمان. فانت الوقت كسبك حاجات كتير قوي وخلاك تقرا حاجات جديدة في نفسك، وبعد شوية وقت وبعد ما انت قريت جديد في نفسك عرفت هل ترد ولا ما تردش. لانه يا فندم ما بين المثير والاستجابة مسافة لابد انك تاخد بالك منها وتستفيد بيها. شكرا ليك، مش هطول عليك، اتمنى لك كل خير، اقابلك في فيديو جديد.